بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين. وصلنا يا حبايبي إلى السبت السادس من الصوم المقدس، قبل بكرة حد التناصير. النهاردة معجزة شفاء بارتيماوس ابن تيماوس. ده كان إنسان برضو عنده مش بيشوف، إنسان كفيف. عرف إن يسوع ماشي في أريحة، فمشي ورا ربنا يقول له كده يا ابن داود ارحمني. فكانت التلاميذ ينتهروه ويقولوا له اسكت. بعدين يقول له تاني كده يا ابن داود ارحمني. الجموع كلها كانت تنتهره ليسكت. يقول عنه الكتاب كده صرخ أكثر كثيرا يا يسوع ابن داود ارحمني. تخيلوا كده ان المسيح ماشي في أريحة والناس جموع زحمة كتير، كله بقى عارف ان المسيح موجود، اللي ليه طلبات واللي ليه اي مشاكل، كله عايز يخف من امراضه واتعابه على طول. ولكن بالرغم من هذه الزحمة في ان يسوع كان سمعه وراح له وكلمه. بس عشان المسيح يسمعه دي إشارة لحاجات كتيرة خالص لازم نعملها في حياتنا. ربنا حبايبي أما نطلب منه طلب لازم يبقى محتاجين كذا نقطة. أول حاجة اللجاجة في الصلاة، تكرار الطلبة والصلاة بإيمان وثقة زي ما هو عمل كده يا يسوع ابن داود ارحمني. كررها كذا مرة لدرجة التلاميذ بيسكتوه، الجموع تسكته. فربنا عايز لجاجة في الصلاة، ربنا عايز تكرار الطلبة مش بالشفتين فقط، بس عايزها من القلب وبعمق. ربنا عايز الطلبة تتكرر، ده معناه ان انا شدة احتياجي، انا بلجأ ليه. ربنا بيحب اللغة دي. ايه المشكلة؟ نكلمه. احنا لو لينا عند بشر حاجة نقعد نتحايل عليهم ونسايس فيهم لغايه ما تحقق كل رغباتنا. رغبه عدو الخير ان هو يحرمنا من المسيح. فساعات واحنا في اللجاجه عدو الخير يسيبنا باليأس وعدم الرجاء، زي ما كان هيعملوا مع بارتيماوس كده، يسكتوه. فكل ما احنا نصرخ ربنا نلاقي حروب علينا تزيد اكتر، او عدو الخير يوقعنا في اليأس. لا، انا استمر في اللجاجه بتاعتي. عارفين معجزه المجنون أعمى وأخرس؟ عشان يبعدوا عن المسيح ويبطل كلامه أصابوا ب3 ضعفات، جنون وعمي وخرس. شيطان هو عايز كده، مش عايزنا نشوف المسيح ولا نسمع عنه. ولكن بصلواتنا البسيطة حبايبي اللي بيحصل ربنا بيسمعنا. بارتيماوس عمل حاجة جميلة خالص، طرح الرداء. أول ما خف وعينيه رجعت له طرح الرداء وقام. دي معناها إن أنا أطرح ملابسي الخارجية على طول، أطرح كل ضعفات ربما تعطلني تبعدني عن ربنا. نطرح عنا أي مشغوليات أو أي حاجة تعوقنا. حضور زي ما قلت لكم قبل كده في مرات سابقة، إرادة الإنسان، إن أنا عارف احتياجاتي دي مش هيسددها غير الله. مش كده ربنا في مريض بيت حز يقول له أتريد أن تبرأ؟ أنا اللي هخففك، محدش هيقدر يساعدك غيري. بارتيماوس يقول له كده ماذا تريد أن أفعل بك؟ يقول له كده يا سيدي أن أبصر. فالإرادة الصالحة يا حبايبي معناها اقتناء فرصة، أن أنا أقتني الفرصة وارجع لربنا. الإرادة الصالحة معناها عندي عمق إيمان. فلتكن طلباتنا وصلواتنا وتضرعاتنا لربنا مملوءة بالإرادة الصالحة وإيمان عميق، وإلهنا الدائم أبديا آمين.